حتى لو كنتوا عاملين دايت بتقدروا تتحلوا وتاكلوا تشيز كيك. أنا ما قلت لكم معي ما في حرمان. الحلويات الصحية اختصاصي. تشيز كيك كتير طيب وبالشوكولا. وللي عاملين دايت تعالوا نعمله مع بعض. أخدت هذا النوع من البسكوت، بسكوت شوفان وبدون سكر، ممكن تستعملوا أي نوع بسكوت مناسب، انتو أحرار. بنطحنه بمحضرة الطعام ومنضيف له زيت جوز الهند ومنقلبه كتير منيح، وهيك صارت عندي قاعدة التشيز كيك جاهزة. طبعا أنا عملته بالكاسات لأنه الخليط رح يضل مريء، يعني ما رح يجمد معكم يصير يتقطع بالسكين، لهيك بالكاسات بيكون أحسن. رصيت البسكوت بقاعدة الكاسات، وبعدين بدنا نجهز الخليط السائل اللي هو كوب من اللبن الزبادي اليوناني. استعملت زبادي المراعي، حطيت لهم معلقتين من الكاكاو المر وشوية فانيليا سائلة ومعلقتين كبار من العسل، وممكن تحلوا بميبل سيرب إذا بتحبوا. خلطتهم بالبلندر كتير منيح، وممكن تستعملوا الخلاط لنحصل على قوام سلس وناعم. صبيت خليط التشيز كيك فوق قاعدة البسكوت، ودخلت الزبادي على البراد لحتى يجمدوا وأقدر زينهم على كيفي. التزيين دوبت شوكولا بدون سكر مع شوية زيت جوز الهند، وصار عندي التشيز كيك جاهز. لا تنسولي اللايك للفيديو.